عاجل الحكم الجابوني جيسلان إتشو يفضح غرفة الفار ويفجر مفاجأة كبيرة للنادي الأهلي بعد مباراة السوبر الإفريقي. ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت عاشق ومحب القهوة الأهلوية اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد أن استجاب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي التي جمعت الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بالمملكة العربية السعودية، وصارع الحكم الجابوني جيسلان إتشو بتبرئة نفسه، وأدلى بتصريحات خطيرة نقلها موقع أفريكا سبورت الجنوب إفريقي وقال: أنا لم أقف ضد النادي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي، فكانت كل قراراتي صحيحة 100%، واعترف بها كبير الحكام الحكم جمال الشريف، لكن كل الأخطاء أتت من غرفة الفار. فالأهلي كانت له 3 ضربات جزاء وهدف صحيح 100%، فالحكم في الملعب لا يتضح له كل شيء، فالفار لديه كاميرات خاصة داخل الملعب وتأتي باللقطة من كل الزوايا. ففي ضربة جزاء اتحاد العاصمة الجزائري، لكن الفار اتصل بي وقال لي أن هناك ضربة جزاء صحيحة لصالح اتحاد العاصمة الجزائري، وأنا شاهدت مع الفار ضربة الجزاء صحيحة 100%، لكن شاهدت ضربة الجزاء بعد انتهاء المباراة ففوجئت بأنها ليست ضربة جزاء. فالفار كان لديه أشخاص يعملون في المونتاج السينمائي فغيروا لي اللقطة بصورة مدهشة وصوروا لي أنها ضربة جزاء، فأنا بعتذر وأبرئ نفسي أمام جماهير النادي الأهلي، وحتى لا يقع علي عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وفي النهاية لو أنت عاشق ومحب القهوة الأهلوية اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.